السلام عليكم. النهاردة احنا عند ابو رمضان في الوكالة يا بنات، وكان عنده شوية شنط. بصوا هما ابو رمضان فارش في الوكالة، في سوق الحد من ناحية الكورنيش. تمام، شرح الطريق زي ما انا كاتبة كده في اخر الفيديو، شرح الطريق بالكامل في اخر الفيديو. تمام يا بنات، عنده شنط مش قادرة اقول لكم على الاسعار وعلى جمال الشنط، وكلها حاجات يعني تحسوا ان هي اصلية قوي، وحاجات يعني الكواليتي بتاعتها ممتازة ممتازة فوق الممتازة كمان. وفيهم شنط ما شفتش زيها حتى في الرواعي الحقيقة. يعني في شنطة هوريها لكم دلوقتي هتشوفوها معايا، اللي شافها في الرواعي يقول لي. يعني مثلا الشنطة دي الحافظة دي، شنطة الحافظة دي تخيلوا بكام؟ عنده ب 200 جنيه بس. اللي هو الماتيريال المتين، عارفين انتوا الحاجة المتينة، مش التقليد ولا الكوبي. لا 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 لا، جميلة 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 يا بنات. الشنطة دي حافظة، أنا عندي واحدة، أنا شخصيا عندي واحدة كنت جايباها في الصيف، عشان كنا رايحين بيها مصيف. هي بتحفظ الأكل سخن، هي حراري، بتحفظ الأكل سخن فترات كبيرة جدا. كنت واخدة حاجات سخنة فعلا فيها، وفضلت لغاية ما روحنا. بصراحة يعني كانت حلوة قوي قوي. لو قعدتي كده على البلاش شوية بتطلعي الأكل سخن منها والله. لو عامله سندوتشات مثلا سجق كبده، الحاجات اللي هي ما ينفعش تتاكل بارده، هتروحي فعلا هتلاقيها لسه دافيه والله. تمام. ابو رمضان بقى عنده شنط باسعار جميله قوي. طبعا الحافظه اللي وريتها لك دي كانت ب 200 جنيه، دي كانت ب 150، دي كابلنج. تمام. بصوا يا بنات، ابو رمضان عنده من 150 ل 200. اغلى شنطه عنده بتقول انا شنطه ب 200 جنيه. تمام. وانا عشان كده اكدت عليه، قلت له اغلى شنطه عندك ب 200، يعني ما عندكش اسعار فوق ال 200؟ قال لي ايوه. بصوا الجمال والشياكه والحلاوه، حاجه جميله قوي قوي قوي، فخمه قوي قوي وشيك قوي قوي. بجد بجد هتدعولي على المكان ده، اللي لسه طبعا ما يعرفوش، لكن في كتير عارفينه من القنوات التانية. انا اول مره حقيقي اصور عنده، وبصراحة مش هتبقى آخر مرة بإذن الله. بإذن الله مش هنفوت سوق الحد ده تاني يا بنات بإذن الله. شفتوا دي وجمالها برضو كانت ب180. بقول لكم ما عندهوش حاجة أغلى من 200، مفيش حاجة أبدا أغلى من 200. عنده الحافظة دي بكذا لون. بصوا ده مثلا لون تاني منها، بصوا حافظة جميلة قوي، متينة قوي، قوية قوي. بصوا حتى الايدين بتاعتها قوية قد ايه. بصوا عشان مهما كان تقلي الحاجة ولا تتقطع ولا اي حاجة من دي. تمام. يلا بقى يا بنات نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، ونصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين والله الحاجة كانت بتتكلم حرفيا، الحاجة جميلة قوي قوي. انا نفسي كنت واقفة. بصوا الشنطة بقى دي، الشنطة دي اللي بقول لكم اللي شافها في الرواية يقول لي حتة شنطة يا بنات فوق الخيال. بصوا ب 200 جنيه بس. الشنطة دي في الرواية اتحداكي لو ما قالكيش 280 او 300. في الرواية الاسعار على فكرة والله عالية، والله العظيم يا بنات ما قصدي اقلل من اي حد، بس انتوا عارفين انا بعمل جولات وعارفة ابو رمضان ده مشهور قوي قوي. ده انا جنبي حد ناس كتير. بصوا دي القمر دي 150 جنيه بس. تخيلوا، جميلة جدا، يعني سيمبل قوي وحلوة جدا، ولونها انا بعشق اللون الجراي ده. فبجد بجد اجروا يا بنات. بصوا دي 200 جنيه بس، تخيلوا. بصوا عشان هم قالوا لي ما تطلعيناش، تمام، يا ريت تصوري الشنط بس ما تصوريش الاشخاص. قلت لهم حاضر، طبعا دي بتبقى حرية، وانا فعلا يا بنات بحاول ما اصورش الاشخاص عشان ما حدش يزعل. دي ب 150 برضو. شنط كتير بقى قوي 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 ما تعدوش. بصوا دي، شايفين دي؟ انا طبعا عشان ماسكه الموبايل بايد مش عارفه برضو اوريكم الحاجه قوي، لكن حرفيا الحاجه كانت بتتكلم. طب والله العظيم الحاجه في منتهى الجمال. يا رب يا رب كل اللي بيشوف الفيديو، طبعا هسيب لكم رقم ابو رمضان تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم العنوان، شرح الطريق بالكامل انا عاملاه في اخر الفيديو، هتلاقوه في اخر الفيديو من عند المترو لغايه المكان ده. بصوا شايفين القمر دي؟ مش عارفه، قال لي 180 باين. حلوه قوي برضو يا بنات، عايزه رحلات وكده، واسعه جدا من جوه، مليانه جيوب. بصوا قدام وورا وفي الجناب كمان.
عارفين الحاجات الواسعة دي اللي هي تعتمدي عليها انك تحطي هنا موبايل، هنا تحطي مفاتيح، هنا معرفش تحطي اجندة، هنا تحطي كتاب لو عايزة تقري في المصيف. فاهميني؟ اللي هي الشنط اللي بتلم كل حاجة دي وليها جيوب كتير. انا بعشق الشنط دي على فكرة، خصوصا لما اكون رايحة مشوار بعيد وعايزة اخد مثلا سندوتشات، عايزه اخد فوطه، عايزه اخد مناديل، عايزه اخد يعني كتاب اقرا فيه، عايزه اخد اجنده لو افتكرت حاجه اكتبها. اللي هي عارفه هي الموف دي تحفه قوي يا بنات حقيقي. تمام. وكمان عندهم بقى الحاجات دي، ده لازق في فرشه الشنط، هي فرشتهم برضو. بصوا بقى يا بنات الحاجات دي بقى اسعار متفرقه، انتي وشطارتك في الفصال. انا مثلا شفت حد مثلا بيقول لها البوله بكام، مش عارفه، قالت له ب15 خدها ب10. الطبق بكام، قالت له ب20 خده ب15. دي كانت اللي انا بشاور عليها دي، كانت برطمانات اللي هي بكليبس. تمام. قالت ب15. شفت حد خدها، بصوا شفتوا طبق التسالي ده، قالت ب30 جنيه. تخيلوا ده كريستال على فكرة، هو في بس كسرة من على الحرف، كسر بسيط كده من على الحرف. دي موازين على فكرة، ميزان، بس فيهم عيوب طبعا. يعني محدش هيرمي حاجة كده وهي شغالة إلا نادر، يعني ممكن العيب ده يتصلح. طبعا تبقي كسبتي ميزان غالي جدا زي ده. بس انا ما سالتهاش الصراحه هو بكام. بس بقى يا بنات الحاجه كانت جميله قوي، عجبتني انا قوي. بصوا الشنطه دي يا بنات، بصوا بقول لكم الشنط لازقه، بصوا الجمال. قال لي 150 جنيه والله، بصوا الجمال والحلاوه. فلا بصوا انا ما اعرفش ده ايه. هو ده قال لي هو قال اي بوك بكام، ب70. قال ب70. بس هي حاجات اصليه، مش كوبي، يعني حاجات حلوه فعلا تستاهل. لو انتي بقى اول مرة بتشوفي قناتي وقناتي عدت عليكي كده بالصدفة، وعجبتك الفكرة كده، وعجبك الكوليكشن، وعجبك طريقة القناة وكل حاجة في القناة، انا اعرفك بنفسي، انا شيرين كمال. شفتي القمر؟ بصي جميل خالص. شفت واحدة خدته منها ب10، كان في منه 4 زي ما انتوا شايفين كده. فضلت اقلب فيه، اللي خلاني بس ما خدتوش حاجة واحدة، الكاوتشه اللي جوه دي الكليبسه مش موجوده. طبعا انا كنت هعمله سكريه صغنونه كده، تتحط للضيوف مع الشاي. تمام. بس بصراحه اما لقيت الكاوتشه دي مش موجوده ما عجبنيش، اني وانتي بتقفليه كده بيطق كده، يعني ممكن يتكسر. الكاوتشه دي بتحوش الكسر، وكمان بتمنع وجود اي نمل جوه البرطمان. بصوا يا بنات انا دي معرفتش هي ايه صراحه، لا لقيت لها سوسته ولا لقيت لها حاجه. فيا ريت اللي يعرف دي ايه يقول لي، سناده مثلا بتتحط على الكرسي ولا ايه؟ انا معرفتهاش الصراحه. فيا ريت نقدر نفيد بعض وتقولوا لي دي ايه. شفتوا الدبدوبي دوبي الجميل ده؟ ده واحده خدته ب30 جنيه. تخيلوا، واصلي اصلي اصلي يا بنات، اصلي اصلي. لا بصراحه حاجتهم حلوه قوي. ده ما كنتش عارفه هو ايه، طلع بازل. عجبني برضو قوي، حاجة لعبة يعني. عارفين الألعاب دي والله العظيم في المحلات بتاعتها والبراندات غالية قوي. في ألعاب براندات زي الدوبي دوبي ده غالي قوي. الدوبي ده لو جبتيه، فانتي بقى لو رحتي جبتي لك ده بدوبي زي ده، حطيتيه كده على الانتريه او على ايا كان بقى، جملي بيتك زي ما انت عايزة، وبرخص التراب زي ما انت شايفة. زي اللعب اللي جبتها لك في مول ممشى مصر، كانت ب50 جنيه اي لعبة. والله يا بنات حاجات كلها اصلية، انتوا شفتوها معايا في مول ممشى مصر. دي صواني برضو اهي. يا ريت بقى اللي بيتفرج عليا، ده كان كتاب وصفات اكل بس انجليش. تمام. اللي بيتفرج عليا وعجبه كل حاجه، يا ريت ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اختكم شيرين بقى شيروا فيديوهاتي شويه يا بنات عشان تتحرك شويه. انا بطلب كده من اخواتي مش من حد. شفتوا بقى البوله الجميله قوي دي؟ شفتوا؟ جميلة جدا جدا البولة الصغنونة قوي اللي طلعتها في الأول دي. بصوا المج ده ب10. تمام. هي بتقول ب15 وب20 يا بنات، بتخدكوا بالسعر. طبعا عشان تاخد السعر اللي هي عايزاه. تمام. لان في ناس بتفصل في الاسعار فصال رخم شويه.
انا معاها في كده. انتي وشطارتك في كل حاجه، تمام، انتي وشطارتك. هي الست اللي واقفه دي هي اللي كان ظهرها طلع في الكاميرا دي، تمام. بصوا دي شنط برضو، دي بقى شنط مستعمله، تمام. الشنطه دي زي حافظ برضو، حافظ الطعام، لاني مشمع كده. انا عارفه الشنط دي برضو بتبقى غاليه قوي بره. بصوا هنا كان في ايه، بصوا دي شنطه كيجي، تمام. كيجي مش كيجي، كيجي. معلش بقى ساعات بيقع مننا كلام كده. احنا كده الفيديو قرب يخلص. بصوا الشنطه دي يا بنات كانت فظيعه 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 فظيعه، قولوا فظيعه من هنا للصبح. حاجه كده اصليه عاليه قوي، انا ما كنتش عارفه اعدلها عشان اصورها لكم من كبرها وجمالها وشيكتها. ما فيهاش اي تقشير، التقشير في الحزام بس، لكن الشنطه نفسها اقسم بالله زيرو زيرو. اللي رماها رماها عشان الحزام. انت ممكن تجيبي لها اي حزام، بقى عندك شنطه اقسم بالله تعدي ال1000 جنيه الحته دي. لا بجد عندها حاجات حلوه قوي. ما تشتروش يا بنات شنط من بره ولا من اي حته، روحوا عند ام رمضان دي وابو رمضان، عندهم حاجات تحف. انا مش عارفه هي ام رمضان ولا لا، بس هي قالت لي قولي يا ابو رمضان. انا مش عارفه هي بقى دي ام رمضان ولا لا، بس هي ست عسوله قوي كده. بصوا يا بنات الشنطه دي برضو شيك قوي وماتيريال عالي. بصوا الحاجات المستعمله اصليه اكتر من الجديده، تخيلوا. بصوا عجبتني قوي دي برضو. كده فيديو ام رمضان قرب يخلص. ما تنسونيش يا بنات تشيروا فيديوهاتي وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا منكم وليس امرا. كل حد هشبعكم فيديوهات في سوق الحد باذن الله. دي كانت اخر سلسله فيديوهات سوق الحد، وان شاء الله باذن الله على طول في فيديوهات مع بعض في سوق الحد. داخلين على وصف الطريق، يلا بينا من عند المترو. احنا طالعين اهو من المترو بتاع محطة مترو ماسبيرو، ودي اقرب مكان للكورنيش النيل اللي هي سوق الحد، تمام. خليكي معايا واحدة واحدة. في الفيديوهات اللي فاتت وصفت لك وصف الطريق بنفس الفيديو ده، بس انا ليه بعمل كده؟ للمتابعات اللي لسه داخلين، للضيوف القناة اللي من بره القناة، تمام، للي ان شاء الله هيشتركوا دلوقتي حالا عشان ينوروا قناتي المتواضعة. انا عندي قناتين تانيين يا بنات، بسيب لك اللينكات بتاعتها تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، علشان تشتركي وتنوريني فعلا وتبقي عضوة عندي، وتبقي كمان جزء كبير جدا من عيلتي الكبيرة جدا. انا عايزة اكبر عيلتي دي في اقرب وقت يا بنات. عايزين نكبر ونكبر، وان شاء الله قريب جدا نعمل جروب على الواتس علشان نتكلم مع بعض في حاجات كتير. الواتس هيقربنا اكتر من اليوتيوب. يعني لا، يعني لو في حد بيسأل على وصف الطريق يقدر يبعت لي مثلا على الواتس، اكلمه بالصوت بالصوت، اشرح له اكتر ما هكتب، ده احسن. يعني اللي عايزة تروحي الوكالة مثلا وفتحت الفيديو، عبال ما تكتب لي تعليق وانا ارد عليها ممكن تكون هي اساسا في الطريق اوريدي، فعايزه تستفسر عن حاجه. فانا يا بنات هعمل ان شاء الله رقم تليفون بعد كده هسيبه على الشاشه علشان الدعايه، اللي عايز يعمل دعايه على القناه اهلا وسهلا. وكمان علشان البنات اللي يتواصلوا معايا واتس، او الستات اللي على راسي عايزين يتواصلوا معايا واتس، او الرجاله برضو اللي على راسي من فوق عايزين يتواصلوا واتس في حدود الشغل، في حدود ان عايزين وصف للطريق، عايزين اي حاجة، مفيش اي مشاكل خالص، ادام في حدود المحتوى بتاع القناة. زي ما انت شايفة كده انا طلعت اهو ماشية ناحية الكورنيش. زي ما انت شفتي طلعت من المترو، مشيت شمال ما مشيتش يمين، لو مشيت يمين هيوصلك لشارع 26 لشارع الإسعاف، هتوصلي على الإسعاف على مستشفى الجلاء. احنا كده ماشيين شمال، عايزين نروح، عايزين ننط في البحر، تمام. جيت هنا ورحت عديت الطريق بس كده علشان اوريكم السوق واوريكم المنظر واوريكم زكي السماك. يعني انا بس عديت الطريق، بس فصلت الكاميرا بس في الجزئيه بتاعه تعديه الطريق دي، لاني حرفيا ما ينفعش خالص. يعني انا ما بعرفش خالص اعمل حاجتين في وقت واحد، لازم تركزي في حاجه واحده، وده صح جدا وانتوا عارفين كده.
زي ما شفتوا كده، زي ما شفتوا. جينا عند زكي السماك وهنفصل الكاميرا، لاني اديكوا شايفين دخلنا على زحمه موت، لاني سوق الحد بيبقى ازحم يوم يا بنات. بصوا، كل ما هندخل ونقرب هنلاقي الزحام اشتد. بصوا، ده زكي السماك اللي فوق اهو. خلاص هفصل الكاميرا لغايه بس هتخطى الحته الزحمه. هنا تخطيت الجزء الزحمه، ومعايا واحده واحده اهو كملت بقى طريقي كده بعد زكي السماك على طول على طول، زي ما انا ما حاولتش لا شمال ولا يمين، زي ما انا مشينا زي ما انتوا شايفين كده. مشيت زي ما انتوا شايفين كده. همشي لغاية اول السوق وهسيبك ومعاكي ربنا. هتكملي هتلاقي كل ده سوق، وهتلاقي ابو رمضان اخر الممر اللي انا هسيبك في على اوله. تمام. وهتبقي كده وصلتي، وهتجيبي كل اللي انت عايزاه. واحسن من السوق ده في شوية قماشات وحاجات. لسه عاملة الفيديو اللي فات على القماش والحاجة، هسيب لك الفيديو تحت الفيديو ده في اول تعليق مثبت، علشان ان شاء الله تستفيدي من الحاجات الجميلة قوي اللي انا عملت بيها الفيديو اللي فات. الفيديو قرب يخلص، اللي ما عملش لايك اوعوا تنسوا اختكم شيرين في اللايك، فضلا منكم وليس امرا. انا كل ده يا بنات بكلم اخواتي على اليوتيوب كمان للإفادة. خليكوا كده ورا قنواتي، هتلاقوا كل خبايا وأسرار الوكالة عندي في القنوات المتواضعة التلاتة. زي ما اتفقنا بسيبلك لينكات القنوات التانية تحت الفيديو برضو في أول تعليق مثبت، علشان لو عايزة تدخلي وتشوفيها كده وتتفرجي عليها برضو هتعرفيهم، هتعرفي أساميهم، وهتنوريني إن شاء الله فيهم، لأنهم فيهم إفادة جامدة. لأن أنا كمان بسيبلك أرقام الناس اللي بصور عندهم، وكمان بسيبلك العنوان، وكمان ساعات كتير قوي بعمل فيديوهات الشرح دي وبحطها في اخر الفيديو او في اول الفيديو على حسب. تمام، علشان توصلوا بكل امان باذن الله وتشتروا كل اللي تتمنوه من الاماكن اللي بصور فيها. خلاص كده احنا داخلين على اول السوق. ده سنتر النور اهو، اللي انا جبت عنده الكاميرا ده اللي على اليمين ده، اللي اليافطه بتاعته باللون الاحمر دي. ده كان سنتر النور. هنسيب سنتر النور ونمشي شويه صغيرين. خلاص وصلنا اول السوق. شكرا، انت كده مش محتاجه اي حاجه، وصلتك لاول السوق اهو. وعيشي حياتك. وزي ما قلت لك هتلاقي اخر الممر ابو رمضان فارش قدامك على طول. تمام. خلاص بصوا، واحنا في اخر الفيديو اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، خفيفة دايما على قلوبكم. ده اول السوق يا بنات اللي في الوش ده. خلاص كده وصلتي. ما تنسينيش في اللايك، وكمان شيري فيديوهاتي عشان كله يستفيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.